صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكون ملاح، تكون بخير. يكون الفيديو هذا لقاكم وانتم بأتم الصحة والحال والأحوال يا رب العالمين. ما نساوش نصلوا على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واش راكم الحبابات، خواتات، أمهات؟ ان شاء الله تكونوا كاع بصحة جيدة يا ربي. هنا روتيني تاع نهار اليوم، كنت قفزت الحالة يا البنات، خرجت هادو يشمسوا مع المطرح هذا. يعني انا كل نهار نخرج مطرح هكا يشمس. راني كنت مع الصليح الحمد لله. انا ناويه ان شاء الله نسيق، دوكا نقفز الحاله هنايا ونسيقها. المهم راني فاتحه تواقي، راه الحال روعه. امس اليوم راها الشميسه تهبل، فهمتوني؟ يعني باين الحال راح تربع، يجي الربيع. زيدوا نتوما حبابات، قولوا لي واش راكم ديروا مع رمضان. اذكر راه غالبكم غالبينو. حقيقه لحد الان راه الواحد لاباس، يعني الحال بارد، الواحد ياكل كيما هكذا. انا هنا عندي الماينات هادو مغسولين، فهمتوني؟ نرتب كل حاجه في بلاصتها. هذه الطابله ثاني سحرنا فيها. هذه حبوباتي اليوم معوله ان شاء الله ندير لكم جوله هكا في الحوش نتاعي. قلت نهبط ليه نصلحو، نرشنو ونصلحو وندير لكم جوله فيه ان شاء الله. انا كنت غسلت الماعين هذوك اللي شفتوهم يا البنات، يعني رتبت اللي كانوا مغسولين وغسلت لي يعني شويه هذوك اللي كانوا مسخين لي. فهمتوني حباباتي؟ هنا الماعين تاع الفطور هاهم ليكم. وهذا هو الحوش تاعي يا البنات. قلت اليوم ندير له صلحه، نرشنو، ومنها ندير لكم فيه جوله. اعطوني رايكم نتوما حباباتي. حنا كجزائريين نعرفوا باللي رانا كامل نحنا نسا نشتو الحوش، نشتو الوسع، الدار الواسعه. فهمتوا؟ ربي يرزقني ويرزقكم يا رب العالمين بالسكن الواسع، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على السكن الواسع. لانه المراه، بسبب المراه، لانها دائما قاعده في الدار. ماذا بها الوحده تكون السكن تاعها واسع. اذا ما توفرش هذا الشيء معليش. المهم الواحد ما يكونش كراي ولا مولي في الكرا. ربي يفرج عليكم يا رب العالمين. انا ثانيه البنات كنت كرايه 3 سنين وانا كاريه، ومن بعدها فرج علينا ربي. سكننا في دار الوظيفي الاولى اللي كنت فيها معاكم، وهذه الثانيه. هذه رحلنا لها يا البنات بسبب يعني بسبب الخدمه تاع الزوج. رحلنا ليها. وكنتو سقسيتوني في الفيديوهات اللي فاتت، قلتوا لي ام عثمان شغل راكي بدلتي الدار كيما هاك. اي حبيباتي، انا مرت عليا واحده الظروف يا البنات ما عندي ما نقول لكم فيها. وسمحوا لي، ما شغل رجعت لكم بدون مبررات. انا هنا كي عدنا رايحين يا البنات كنت يعني كنت نحط لكم في فيديوهات كيما هاك في داري الاولى. هي كي رحلنا هنايا قال لي الزوج والو ما كان له تصوري، ما كان له حتى شيء. خلاص نحيته من راسي، قلت ما نزيدش نصور. هذه نهارات شغل غلبته ولا مش عارفه. المهم قلت له نصور وخلاص، يعني فطت روحي. ومنها كاين اللي راه يسقسي عليا، كاين اللي راه يحبني، كاين اللي يحب روتيناتي. معليش، منها نحفظت روحي منها بيها. ومنها حبيباتي نستفيد بالمعرفة تاعكم، وان شاء الله تدعموني حبيباتي في القناة هذه. راني محتاجة دعمكم، فهمتوني؟ قلت لكم كانت مرت عليا واحد الظروف يعلم بها غير ربي. يعني شوف، انا من رحلت هنايا جزت 15 يوم من رحيلي هنايا. عيطوا لي تاع الجزائر، قالوا لي باش تجي وليدك يدير العمليه. انا وليدي يا البنات عنده القلب، كانوا عنده عروق بوشين. الحمد لله كنا عندنا عامين هكاك من درنا له العمليه، وفاتت عامين وجددنا له الدوسي كما هاك، وزدنا درنا له العمليه تاع الفتحه. المهم عقبت عليا واحد الظروف يا البنات ما عندي ما نحكي لكم. فهمتوني؟ السفر، الرحله، ما عنديش شو نقول لكم.
الخلعة على وليدي، فهمتوني. ما كنتش لاهيه كاع باش نحط فيديو ون قصدي يعني وننشر معكم الفيديوهات. ما كانش عندي ذيك الطاقه يا البنات، فهمتوني. كنت لاهيه غير بوليدي، سمحوا لي. وربي شافينا وشافي مرضانا كامل يا رب العالمين. وهذا حوشي يا البنات. كنت نصلح في الدروج، وهبطت. انا كي نصلح الدروج يا بنات انا نهبط هنا باش تكونوا عارفين داري. انا نسكن الفوق وهذا الحوش تحتاني، والخدمه تاع الزوج هي تحت، فهمتوني. هذا كان الحوش الحمد لله واسع مشروح مشمس. الحمد لله يا ربي. ربي اطعمني حوش مشمس. الدار اللي كنت فيها يا البنات ما كنتش قادره حتى نخرج للحوش. كنت اذا خرجت للحوش لازم نكون دايره غطاء هكا على راسي، ولا خايفه من الجيران. يعني كانوا الجيران مكبوبين كامل علي، فهمتوني. الحمد لله يا ربي. حتى مش داري، فهمتوني. انا دار ملك لحد الان يا البنات ما عنديش. هذه راها غير دار وظيفي، فهمتوني. الحمد لله. الواحد واش كتب له ربي فيه يعيش يقول الحمد لله وخلاص، فهمتوني. ان شاء الله ربي يكتب وتكون عندنا دويرتنا باسمنا بملكنا اللي راه متمنيه السكن يا ربي. نقول لك ان شاء الله ربي يحقق لك امنيتك في في هذا الشهر الكريم. انا كنت دايره داك الباكاج هنا يا البنات، يعني زدت فيه البنات ونلقيه كيما راه. هذا حوشي شوف كيفاش. الحمد لله يا ربي. قلنا ما يجي كي تجي السخانه راح نديروا له سيمانه هكا على جال. هاكم عارفين الصيف خرجنا ديك الحشرات والعقارب والحنوشه. انا ثابت من نجم نمشي البنات خاف منهم. قلنا من يسخن الحال شويه ربع الربيع ونديروا له سيمانه ان شاء الله، ونكون اذا كنت حيه ان شاء الله راني نشاركها معكم. هذه هي. نفتح السخانه منا. انا نهار اللي يكون مشمس يا البنات وصاحي وشباب نشتي نفتح كل شيء. ولكن مازال البرد شويه بصح نشتي نفتح نشتي نشوف باقي هكا يدخلوا لي الضوء. الحمد لله. هنا قفت الحوايج برك هنايا شويه. كان الزوج ثاني جاب لي شويه خضره، بطاطا كانت خاصتني، طماطيش والسلطه. قلت له راها ذابله ما عجبتنيش. شوف كيفاش دايرين البنات. قال لي هذه اللي لقيتها واش راح نديرو معليهش نقيها ونغسلها. شوفوا ونفوتوا نشوفوا فطورنا. انا عندي الشربه قلت ندير خبز الدار عندي تاع البوراك، لاصوص تاع البوراك، ونزيد معها طبق اخر ان شاء الله ونشوفوا. غسلت السلطه تاعي يا البنات، هذه خديها، فهمتوني. قلت هنا راح ندير بيتزا ان شاء الله لوليداتي ليلى وليداتي ليلى. هنا كنت غسلت السلطه تاعي يا البنات، هذه خديها قعدت لي هنا في الساشي. قلت لنا ندير بيتزا لوليداتي لينا وليداتي. كنت هنايا خمرت الخبز لينا خاطرش انا بس درت المطلوع. انا نهار مطلوع نهار خبز الدار يا البنات. وهذه العجينه تاع البيتزا ما بنتي كانت تاكل في قلب اللوز. ماذا بينا نوفروا على رواحنا يا البنات. يعني كاين نهار يكون شارج ديري فيه الحوايج كامل، كاين نهار تلقاي روحك عندك الفاطر كيما عندي الشربه من البارح زودت الحمد لله. هذه هي. انا كنت درت البصل باش يغلى وطماطيش لاصوص تاعها. قلت كي طيب نرحيها مع بعضها في الاشوار. هنا عندي دجاج ثاني، هذا مش راح نديرو، هذا المرحي واللي راح نديرها بطريقتي انا سموها البيتزا، نديرها بطريقتي يعني مانيش محافظه على. هنا يا البنات كنت درت البصله تغلى ندير شويه زيت. فهمتوني. كنت درت لاصوص قلت مني طيب ندير الاشوار اللي ترحى. ندير هذا الدجاج برحي. انا حقيقه البيتزا
ما عنديش فيها وصفة معينة، يعني ندير انا واش حبيت فيها، فهمتوني. هنا حبوباتي كنت وجدت خلاص اللي راح نديرها فوق البيتزا لاصوص. هاوليكم، قلت لكم انا البيتزا ندير فيها واش نحب، فهمتوني. عادي اللي عندكم نتوما ديروها وخلاص. المهم الواحد ما يكلفش روحه فوق طاقته، والشي اللي عنده الحمد لله يديروه خلاص. الحمد لله رانا في رمضان، اكيد كاين يعني كاين الحوايج وافره يدير الواحد. قيس جيب، نجيب العجينه نفتحها ومن بعد نطبع فيها دوائر طبعا، ونوجد كلش ونرجع لكم. هنا كنت درت البيتزا تاعي البنات. خبز الدار هاني درته في المول، هذا وين خليه يختمر. ومهم راه هنايا حاله كارثيه البنات، وكنا نغسلهم ان شاء الله. بعد ما طابت لي البيتزا ندير لها تزيين خفيف يا البنات بالمايونيز. جات بنه ولا 4، يعني زينوها بالشي اللي عندنا. هذه حبوباتي شهيتكم في الجنه. وهنا الخبز الدار تاعي البنات راه طاب، واش نقول لكم عليه، يعني بنه هشاشه تقول قطن، ما عندي ما نقول لكم فيه. قال لك حوحوشه كان روح. المهم هنا جيت نقطع فيه، فهمتوني. اللي تحب الوصفه نورمال خليها لها، ولكن عود راح نديرو المره الجايه نشاركو معكم اللي تحب. يعني عارفه بنات بلادي كامل شاطرين، مع اني يا البنات في القناه تاعي ما نشتيش هكا ندير وصفه. ولا قبل كنت ندير لكم في الساعه من ذاك، يعني ندير لكم وصفه غير باش هكا الفيديو يكون لي شويه طويل. انا حقيقه نشتي الروتينات، نشتي ننظف، نشتي نمسح هكا. وهنا طاولة رمضان المبارك، طاولتي البسيطة حبيباتي. المهم الواحد واش عنده يحضر. وهذا راه شهر الرحمة، شهر الغفران. ماذا بينا من بذروش، فهمتوني. يعني الواحد يدير حتى وتنوعي، ديري كل يعني قيس كل حاجه منها شوي شوي تلقيها تاكلت. وما نكونوش نبذروا يا البنات، فهمتوني. لازم نكونوا نحسوا بالناس اللي ما عندهاش. وهنا كان روتيني تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وتبخلوني بالجام والبرطاج وتعليقكم الشابه. تهلاو لي في رواحتكم وتهلاو فيا، راني محتاجه دعمكم يا البنات في هذا الشهر. نحبكم، نموت عليكم. تهلاو في رواحكم. سلام.